السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد. قبل ما نبداو كما العادة ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو ديال اليوم غنهضر لكم فيه على كيفاش خدمت المادة ديال الفرنسية في الجهوي ولا بك. طبعا اول حاجه خصكم تعرفوها بان اللغه الفرنسيه او الامتحان الفرنسي كينقسم جوج البارتيات. البارتي الاول اللي متعلق بالروايه، يعني كيطيح لك واحد النص من الروايات ثلاثه اللي عندك. يعني حنا عندنا لا بوطا ميرفاي، انتيغون و لو ديرنيير جور دان كونداني. بالنسبه للبروديكسيون اكري كيكون عندكم واحد تكست ارغومونطاتيف، يعني كيكون فيه الحجج والبراهين، وكيكونوا مجموعه ديال لي بلون. يعني عندك البلان الاول هو البلان سامبل، يعني اذا حالتي كاع كدا من هذا البلان هذا اللي مثلا مثلا كيعطيك شي ظاهره ولا شي راي ولا شي فكره، وكتقول لي يعني مثلا دابا نهضر لكم على العرض. كتقول مثلا انا كنتفق مع هذا الراي هذا، وكتعطي واحد ثلاثه على الاقل، واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الحجج اللي كتدعم الفكره ديالك. او مثلا كتقول انا يعني كنختلف او ما كنتفقش، وكتعطي عاود لي زارغومون. كاين بلون ثاني هو بلون ديالكتيك اللي كتهضر يعني كتعمل فيه ها الناس اللي معها اش كيقولوا وها لي زارغومون علاش، وها الناس اللي ضد اش كيقولوا، وكتعطي لي زارغومون عاود. وبالنسبه للخاتمه عاد كتعطي الراي ديالك الشخصي نتينا. وكاين بلون كونسيسيف. بالنسبه لهاد لو بلون هذا يعني فحال مثلا ملي كتكون عندك مثلا شي فكره اللي نتينا ما كتختلفش معاها 100% وما كتأيدهاش 100%. يعني فحال مثلا نقولوا راه بصح مثلا الحريه الشاب نعطيو الحريه للشباب، راه بصح عندها بعض الفوائد، مثلا كتعطي واحد جوج لي زارغومون، ولكن راه في نفس الوقت عندها مجموعه ديال الاضرار وديال السلبيات، وكتعطي واحد ثلاثه ولا اربعه لي زارغومون. يعني فحال كتكون كتسابق وكتخالف في نفس الوقت، ولكن كتكون عندك واحد البارتي اللي غلاب على الاخر، يعني ما كتخالف كتر ويعني كتأيد، يعني كتخالف كتر من اللي كتأيد، اولا كتأيد كتر من اللي كتخالف. فهمتي؟ يعني واحد الاطروحه مثلا كيكون فيها جوج لي زارغومون، اخرى يكون فيها اربعه ولا ثلاثه لي زارغومون، يعني كيكون واحد التباين، ما كيكونوش قد فحال بلون ديالكتيك. يعني ملي كتكون بلون ديالكتيك يعني ها الناس اللي كيأيدوا ها علاش كتعطي واحد جوج ولا ثلاثه لي زارغومون، كتعطي نفس العدد لي زارغومون مع الناس اللي كيعارضوا. المهم نتمنى تكون وضحت لكم شويه الفكره. المهم ما تفهموش دابا هادشي مزيان 100%، ولكن في القسم ومن عند الخدمه عاد تعرفوا على هادشي مزيان ان شاء الله. كاين واحد بلون اخر، هذا بلون محال واش تحط لكم، ومحال اش باش تخدموه في القسم. يعني كاين اللي كيخدموا كاين لا، هو بلون اناليتيك. هاد لو بلون هذا كتخدموه مع الظواهر، مثلا مع مثلا شي ظاهره اللي منتشره في المجتمع، يعني كيكون فيه الاسباب النتائج والحلول. طبعا الا كتحس براسك بحال كتعمل شي بحث في جوجل وصافي، وهذا محال واش يتحط لكم ارتاحوا. المهم دابا خلينا من هادشي كامل، اجي نشوفوا بعدك المنهجيه ديال الامتحان كيفاش كتحط. ايوا سيدي، بالنسبه للمنهجيه ديال الامتحان عندك كما قلت لكم قبيلاتي كيجيبوا لكم واحد النص من احد الروايات اللي عندكم. السؤال الاول كيكون هو ديك الطابلو اللي فيه لو جون ليتيرير، لو تيتر ديال الرومون و لو تو. وكيكون عندكم شي معلومه اخرى عاود، مثلا كيسقسيوك على الروايه فوقاش تنشرات، فوقاش كتبت، اولا المهم شي معلومه على القصه. يعني خصك تكون عارف فيش دو ليكتور، يعني خصكم تحضروا شي دفتر تعدلوا فيه فيش دو ليكتور ديال كل روايه، وتحاولوا تحفظوا هاد المعلومات هادو. بالنسبه للسؤال الثاني كيكون فيه سيتي لو باساج، يا اما كتجاوب على الكيسيون يا اما كتجاوب غير ولا فو. يعني خصك تكون عارف الاحداث الروايه وعارف التسلسل ديالهم باش تقدر انك تجاوب على هذا السؤال هذا. بالنسبه للسؤال 3 4 5 6، لا ماشي 6، هاد الاسئله هادو كتجاوب عليهم غير من النص. يعني اذا حتى لو ما كنتيش قاري الروايه، اذا كنت كتفهم غير شويه فرونسي غتقدر تخرج الاجابه ديالهم غير من النص. بالنسبه للسؤال 7 8، هاد جوج الاسئله ديال اللونغ، يعني خصك تكون فاهم الدروس ديال اللونغ. يعني داكشي لي فيغور دو ستيل، ديسكور ديريكت انديريكت، لي طوناليتي، هاد التخربيق هذا خصك تكون فاهمو باش تقدر تجاوب على جوج الاسئله. وعندكم السؤال 19 اللي كتعبر فيهم على الراي ديالك زائد برودكسيون اكري. المهم بالنسبه كيفاش نقدر نقرا الروايه، واحد النصيحه كنت سمعتها في يوتيوب بصراحه ما خدمتش معايا بتاتا صراحه. هاد النصيحه راه ديال الوقت كيقول لك مثلا انت ما كتقدرش تقرا فرونسي، اذا مشي شبر دخل عند شي قناه اللي كتقرا الروايات كتشرح الروايات بالعربي، يعني كتقرا هي معاك حرف بحرف، وانت كتتبع معاها. يعني
ايه داك اليوتيوبرز اللي عندها الفكرة هذه صراحة كيبذلوا مجهود كبير وداك الشيء، ولكن هاد الفكرة كتضيع بزاف ديال الوقت. انا لقيت البديل هو انك تقرا الرواية باللغة العربية. صراحة فكرة مضخمة. يعني تبع لا بواط نوفي ادخلها من جوجل، او لا انا عندي الرواية ديال لا بواط نوفي باللغة العربية، نقدر نخليها لكم تحت في التعليق. عندي اونتي بالعربيه، يعني كتبقى كتقرا الروايه كامله باللغه العربيه. في باللغه العربيه غتجيكم ساهله وغتفهموا الاحداث كاملين وغتعقلوا عليهم، وتقدروا تعاودوا تقراوها مره ثانيه ولا ثالثه. يعني تقدروا تقراوها دابا في الصيف، وملي مثلا يقرب الجهوي ولا في الايام القرايه تعاودوا تقراوها. بالاضافه لهذا الشيء هذا خصكم تكتبوا واحد الريزومي في الدفتر ديالكم. يعني خصكم تخاصوا واحد الدفتر يكون خاص بداكشي ديال الفرنسيه، تعدلوا فيه الريزومي كل روايه. يعني شنو الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى اسيدي مثلا دابا حنا نبداو بلا فواطا ميغفي، نبداو بالخدمه عليها. عشبروا لا بواطا ميغفي وعنقراوها باللغه العربيه، عنقراوها يعني العربيه كلشي كيفهمها الحمد لله. عاد تقراها عاد فهمها، عاد حاول انك تعقل على الاحداث، ماشي تقرا صافي ودنسى. موراها تدخل ديريكت اليوتيوب، عاد تشوف مثلا شي قناه تعمل الريزومي ديال الروايه. يعني الريزومي ماشي ديك الريزومي اللي يعني كيجي هيدا يعني ديك اللي ما كتفهم فيه والو، لا ديك الريزومي اللي كيكون بالاحداث الرئيسيه وداكشي. وصراحه أنا واحد القناه نفعتني، قناه يوسف الطالبي وقيله، عامل واحد الريزومي كيحمق على بوطا ميرفي بالاحداث وبكل شيء. هذاك هو اللي اعتمدت عليه، وكنتمنى حتى نتوما تستافدوا منه. المهم عاد تشبر عاد لو ريزومي ياك مزيان. عاد تشبر كذلك عاد عمل لي بيرسوناج كاملين ديال لابواط. هو بصح ما يسقسيوكش على بيرسوناج وداكشي، ولكن غير باش كترسخ يعني الفكره ديالو، كترسخ داكشي في المخ. المهم وتكتبوا عاود الفيش دو ليكتور، يعني ديك المعلومات الاساسيه باش تحفظوهم وتعقلوا عليهم. هيدا سيدي عاد تقدر انك تخدم للروايه، عاد تخدموا عاد تفهمها مزيان، وزيد عليها من عاد باش نقسم، عاد تبقى تتبع مع الاستاذه، عاد تبقى تتبع معها واخا يكون الشرح ديالها كيف ما كان. عاد جلس وعاد تتبع وتحس براسك بان داكشي راه بديتي كتفهمو، لانك ديجا عارف الاحداث بالعربي، يعني فاهم كلشي، فاهم كلشي. بالنسبه تقولي اوكي انا قريت الروايه بالعربيه هما يحطوها لي بالفرنسي ما نفهمش، لا بالعكس. ملي عاد تقراو النص يعني سبحان الله عاد لاحظوا شي اشاره اللي كتشير ديك النص. يعني مثلا مثلا فحال واحد النص كنت لنا حنايا فيه سيدي العرافي ما سيدي العرافي، يعني انا اون فوا شفت سيدي العرافي ديريكت تفكرت ديك الافكار كاملين، ديك التخربيق كاملين اللي كان كيدور في ديك الشابتر. فهمتي؟ يعني كيكون شي اشاره شي شيء، اما كتلقى شي شخصيه كتعقل، يا اما كتشوف شي مكان كتعقل على الاحداث اللي وقعوا تما. يعني صراحه الطريقه هذه خدامه مزيان، وكنتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للبرودكسيون اكري كيفاش خدمته، المهم هذا هو الديسار ديالي اللي اعتمدت عليه انا. اول صفحه بعدا بديت بها ديك لي تيب دو بلون، هادشي اللي قلت لكم: بلون سام، بلون ديالكتيك، بلون كونسيسيف، بلون اناليتيك، وبلون كومباراتيف. هاد الكومباراتيف مبقاش خدام. مهم يعني اول حاجه خصكم تعرفوا عليها قبل ما تخدموا برودكسيون، هما لي بلون، كل بلون كيفاش فوقاش كنستخدموه وكيفاش كنستخدموه وهادشي هذا. انا هادشي كنت تبعته مع قناه تفوق بامتياز. مهم عندك عاود سيدي هاد بالنسبه للانشاء، بالنسبه للانتروداكسيون او كونكليزيون، صراحه دبرتهم غير من يوتيوب، مقدمه وخاتمه جاهزه، ولكن ماشي جاهزه كامله، يعني فيها واحد شويه الفراغات كيتبدلوا على حسب كل موضوع داكشي. فالمهم كنت نقلت عندي جميع لي زانتروداكسيون كما كتلاحظوا المهم كاملين كنت حضرتهم هنا. فهمتي الحمد لله، يعني الحمد لله وشكرا لله على كل حال. معناش شي نيفو اللي عالي بزاف في الفرنسي. المهم قلنا نجيبو هادشي جاهز حسن، ولكن طبعا ماشي ديك ماشي عاود ديك الجاهز ديال الاغبياء. يعني حاول انك تجيب شويه من هنا شويه من هنا، وعوض شي مقدمه ديالك. فهمتي؟ مثلا انا كتبت بزاف ديال المقدمات، كناخذ شي برا من هنا وشي برا من هنا، والكيسيون كنجيبو من هنا، وصافي كنخلي واحد الفراغ اللي كنكتب فيها هذيك على حسب الموضوع اللي يتحط لي، باش ما كنبينش راسي انني غير نقرا. فهمتي؟ المهم هادشي اللي كاين، هادو هما المقدمه. المهم نفس الحاجه كنت عدلتها مع الخاتمه مع الكونكليزيون. بديت غير يوتيوب جوست خاتمه جاهزه وداك الشيء، جبت شويه من هنا شويه من هنا شويه من هنا، لبقت داك الشيء وعملت واحد الخاتمه ديالي. المهم خصكم طبعا تاكدوا ما تكتبوش الاخطاء الاملائيه، يعني ديك الخاتمه وديك المقدمه اللي وشتوها تكون خاليه من الاخطاء الاملائيه ويكون عندها معنى صحيح. يعني تاكدوا باقي عندكم وقت الحمد لله. صافي هي الخاتمه داك الشيء. واحد الحاجه ضروريه هي لو بلون، المنهجيه اللي غتخدم بها خصك تكون موجوده ديجا في الدار ديالك. انا المنهجيه اللي كنت عول عليها هي المنهجيه ديال بلون ديالكتيك، وهاشني كنت وجدت فيها. عندك سيغتان ايستي
هنا كنجي كنكمل من داكشي اللي عاطيني لي في نص الموضوع ديال برودكسيون اكري. يعني certains estiment كتجيب غير الجمله من تما. certains estiment ils soutiennent leur point de vue avec maintes arguments، يعني كيدعموا الراي ديالهم او وجهه النظر ديالهم بمجموعه من لي زارغومون، وكنبدا بديك لي زارغومون. ومن بعد كنمشي ملي كنتقن نقيض الاطروحه، ولا المهم ماشي سقوشيه ولا مشيه، المهم اون ريفونش يعني في المقابل دوطخ ابروف، البعض يعتقد، يعني البعض الآخر يعتقد، وكنكتب عاود كنجيبها غير من غير يعني مثلا اذا كان الاولى كيشوفوا ان الحريه مزيانه، اخرين كيشوفوا ان العنف هو اللي مزيان، بحال هكا مثلا. المهم ايطاي لو اوبينيون افيك لي زارغومون سويفون، يعني كيدعموا وجهه النظر ديالهم بالحجج والبراهين. وعندكم هاد المرحله الاخريه ديال السانتيز، يعني بحال واحد التركيب صغير اللي كتعتبر واحد المرحله ضروريه في تكست، يعني في بلون ديالكتيك، اللي بحال واحد الخلاصه مركزه كتعادله في العرض. بحال مثلا انا كنت موجده هذه اون سوم اون بو بريفيري مثلا لا ليبرتي toutefois avec des limites en respectant certaines conditions. تقدروا تجبروا هاد الجمله هذه وتكتبوها نيت عندكم، ما عندي حتى شي مشكله هانيه. صافي هذا الشيء اللي عندك في العرض. المهم دابا صافي فهمتوا كلشي، فهمتوا المقدمه، خاتمه من تدبروها، فهمتوا لو بلان كلشي. دابا سيدي شنو باقي لكم جوج حوايج، باقي لكم لي زارغومون و لي ليان لوجيك، يعني الحجج والبراهين اللي غتكتبوهم وكيفاش تربطوا ما بين ديك الحجج. المهم بالنسبه نبداو بالليان لوجيك لانهم ساهلين. غتدخلوا غير يوتيوب عاود وغتكتبوا لي ليان لوجيك، غيطلع لكم عرام ديال الفيديوهات اللي كيشرح لكم لي ليان لوجيك وديك الشيء. عاد رسموا شي طابلو غتقلبوها غتكتبوها في الدفتر هذا، وعافاكم ما تبقاش تستخدموا ديك لي ليان لوجيك اللي بايخين، ديك كار باسكو ا لور مي. لا بدلوا، مثلا فعاد ما نقولوا مي نقولوا سوبوندون، اون ريفونش توتفوا. فعاد ما نقولوا ا لو نقولوا سي بار كونسيكونس بار كونسيكون. بحال هيدا. يعني حاول انك تستخدم دي زيكسبرسيون اللي هما واعرين باش تاثر على المصحح نهار الامتحان. بالنسبة لي زارغومون الصراحة والله، المشكلة نهار الامتحان ماشي مشكلة ديال الأفكار. الأفكار الله تعيشكم بزاف ديال الأفكار، بزاف ديال الحجج واعرين وأفكار خيالية وداكشي مزيان عايشكم في الراس، ولكن المشكلة ما تفهموش تعبروا عليهم بالفرنسية. عليها دابا نعطيكم شوية ديال التقنيات باش يقدروا يعتقوكم كما عتقوني أنا. أول حاجة دبروا هاد الفوكابولير، يعني تستخدموا فيه غير المصطلحات ولا الكلمات الضرورية اللي كنحتاجوهم. مثلا بحال مثلا شنو معنى امرنا بالفرنسي؟ ينتشر، يتسبب، يؤدي الى، يساهم فيه. لان بعض الاحيان كنبغيو مثلا نكتبوا شي جمله بالفرنسي ولكن كنوحلوا في شي كلمه مثلا بحال يؤدي الى ما كتفهمهاش شنو هي بالفرنسي. فهاد الكلمات الاساسيه عاد دبرهم هنايا وعاد كتبهم، يعني تقريبا غير جوج صفحات راه كافيين. عاد تستخدموا فيهم كاع ديك الكلمات الضروريه اللي كنستخدموهم بزاف. مثلا هادو مهم اساسي، اسباب، قانوني غير قانوني، انساني غير انساني، العديد. مهم هاد التخربيقات من الكلمات اللي ضروريين. بالاضافه لهذا الشيء هذا، عادي تحاول انك تقلب في اليوتيوب على بعض لي فراز اللي جاهزين برودكسيون كري، يعني هما ماشي جاهزين يعني جاهزين كاملين، هما كيعطيوكم بعض الفراغات كتكملوهم من عندكم. مثلا بحال مثلا c'est un comportement inacceptable vu que il conduit à rupturer les liens. المهم الاخوان، لان هنا عندكم بزاف لي زيكسبرسيون اللي صراحه واعرين ويعاونوكم. مهم سوا بور ولا كونتر، تقدروا تستخدموهم حتى في السؤال 19. المهم بالنسبه للسؤال 19 انا صراحه كنت استخدمت شويه من هنايا وكنت دبرت عاوتاني الجمل من يوتيوب. ندبر لكم هنايا نشوف. ها هما هادو. مثلا عطوني شي سلوك ديال اونتيكون مزيون، نقول لهم ا مون افي اونتيكون ا ريزون داجير دو سيت مانيير. طبعا ما نستخدموش باسكو نقول مثلا فوكو سي لاكت ايديال بور فير فاس ا سيت سيتوياسيون دو لاكيل اي سو تروف، لان هذا هو التصرف المثالي زعما باش تواجه هذا المشكل اللي فيه. اذا مثلا عطوني شي تصرف خايب نقدر نقول لهم سولو مون اوبينيون كريون ا تور دو سو كومبورتي دو سيت فاصون étant donné qu'elle manifeste un mauvais côté de sa personnalité. هادشي كيبين واحد الجانب سلبي من الشخصيه ديالو. المهم هيدا كتكونوا يعني عرفتوا المنهجيه ديال البرودكسيون اكري كامله، يعني عطيتكم جميع النصائح. كنظن عطيتكم كاع النصائح اللي عندي بالنسبه للبرودكسيون اكري، بالنسبه للسؤال 19، بالنسبه للاسئله اخرين كاملين. بالنسبه للقنوات اللي تبعت معاهم داكشي،
كنظن غنخليها حتى شي فيديو اخر لان فيديو عي طوال وما كنظنش انكم كيعجبكم الفيديوهات الطوالين. اذا كنتو شفتوا بان الفيديو مزيان وبغيتو نعمل لكم شي فيديو بحال هيدا على العربيه والتربيه الاسلاميه والاجتماعيات قولوا لي. نسيت ما نوريكم الريزومي اللي كنت عدلت وداك الشيء. مثلا بحال انا لاباطا مافي كنت بديت بفيش دو ليكتور كما كتلاحظوا في هاد المعلومات الاساسيه على الروايه. وموراها عملت واحد الريزومي اللي فيه لي زيفينمون برينسيپو كاملين ديال لاباطا ميرفي شابتر بار شابتر كما كتشوفوا. وضروري ضروري تستخدموا الالوان والزواق وداكشي وتكونوا فاهمين، يعني شي كلمه مثلا ما فهمناش تكتبوها فوق منهم بقلم الرصاص ولا. اما هادو هما الريزومي باش ما تقولوش ما وريتو لكم شي. ضروري الالوان والزواق باش كتفتح الشهيه وداكشي باش كيشجعكم باش انكم تراجعوا. وزيد عليها كنت عدت هنا لي بيرسوناج برينسيپو كما كتلاحظوا. بيرسوناج يعني ماشي ضروري تحفظوا التعريف ديالهم ولكن غير تكونوا فاهمينهم بالعربيه. هنا لي بيرسوناج سكوندير يعني ضروري تكون فاهمين كلشي. المهم هادشي اللي كنت عدلت انا. طبعا اسمح بزاف على المونتاج الفيديو اليوم. كان واقعين لي بعض المشاكل في التليفون وداكشي. عارفه الفيديو ما جاش مزيان بزاف ولكن كنتمنى ان النصائح يكونوا عاونوكم. وقلت لكم اذا بغيتوا مثلا شي فيديو بحال هذا في العربيه والتربيه الاسلاميه والاجتماعيه اكتبوا لي في التعليق. وشكرا على حسن المتابعه، نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.